علاش الجمهور المغربي خايف من دفاع المنتخب الوطني في البطولة رغم أن المنتخب تلقى هدف وحيد في 4 لقاءات؟ قبل ما ندخلوا في العمر ونتعرفوا على التفاصيل ما تنساش الاشتراك لايك للفيديو سيكون جديد. نبداو على بركة الله. طبعا كاملين كنعرفوا أن الدفاع يقدر يجيب لك بطولات أكثر من الهجوم، وهذا بالدليل لما شاهدناه في نهائيات كأس العالم 2022 مع المنتخب المغربي الذي وصل للنصف النهائي في ذلك الوقت، وكانت المنظومة الدفاعية قوية مع لاعبين كانوا في أفضل مستوياتهم في ذلك الوقت. حاليا كندخلوا البطولة وحنا المدافعين ديالنا يفقدون الجاهزية. سيس كيلعب في الدوري القطري عنده مدة كبيرة ما لعبش بسبب الإصابة. اليامي كيلعب في الدوري السعودي ومع نادي يحتل المرتبة الأخيرة على مستوى الترتيب. ماسينا عنده إمكانيات كبيرة لكن غايب عن التنافسية لمدة طويلة. حتى بالنسبة لأيت بودلال فاللاعب كان خاصو يكون أو يدخل في أجواء المنتخب في اللقاءات الودية. أما لحبيب نايف أكراد الشمعة الوحيدة اللي كانت طبعا الآن هنا هدرت على قلوب الدفاع. بالنسبة للأظهرة مزراوي وأنا صلاح الدين والشيبي فهما دفاعيان ممتازين، وحكيمي كنا كنعرفوه هجوميا أكثر من دفاعيا، خصوصا حاليا ما يقدرش يشارك الكرة مع الخصم خوفا من الإصابة، وهذه الطبيعة البشرية. بلا ما نهضروا دابا على اختيارات وليد ونشوفوا الأسماء اللي عندنا وشنو الأسباب لها الهشاشة في الدفاع وعلاش المنتخب ضعيف بدنيا في الوقت الحالي. الشيء الأول الأخطاء الفردية، ومباراة تنزانيا أكثر مثال على ذلك. الخطأ في الدقيقة الأولى من آدم ماسينا كانت تكلف المنتخب كثيرا لولا سوء التعامل مهاجم تنزانيا مع الكرة في آخر اللحظات. أما الشيء الثاني هو التمركز في الحالة الدفاعية، ونبقاو مع نفس اللقطة الأولى. حكيمي كيسمح في اللاعب كيخليه يتمركز في القائم الثاني بوحده. كذلك هذه اللقطة تؤكد على أن التمركز الدفاعي سيء. ونشوفوا ثاني أخطر محاولة ديال تنزانيا، اللاعب كيتقاد باش يسدد الكرة ولكن حتى اللاعب ما كيضغط عليه وكيسدد الكرة بأريحية عالية. ونبقاو مع نفس اللقطة ونشوفوا أن حكيمي كيدير خطأ كذلك من ناحية تتبع مهاجم منتخب تنزانيا الذي كان سوف يسجل الكرة الثانية بعد تصدي ياسين بونو. كيديروش التغطية حتى النهاية مع هجمة المنتخب التنزاني أو الخصوم على العموم. إذا جينا نشوف الخلاصة ونشوف دفاع المنتخب المغربي، فاللاعب الأكثر انضباطا دفاعيا فهو نصير مزراوي اللي كيقدم أدوار دفاعية مهمة، كذلك مثل أنس صلاح الدين دفاعي ممتاز. المنتخب المغربي يعاني دفاعيا، وللأمانة في كل مباراة أنا أتوقع أن المنتخب أو أي منتخب يواجهنا بإمكانه التسجيل على المنتخب ديالنا، بخصوص هشاشة الدفاع وعدم التمركز الجيد في وسط الميدان في بعض اللقطات. طبعا هذا هو كل شيء من هنا، لا تنسى الاشتراك لايك للفيديو لكل جديد، والى اللقاء.